انت الله ما رازقك مو خليك بهذا الفيديو اسمع لهاي القصة الصغيرة الله يخليك. بيوم من الأيام اجى رجل وسأل الإمام علي عليه السلام وقال له إن الكلاب تنجب 7 والأغنام تنجب 2 فقط، ولكن لو نظرنا حولنا لوجدنا إن الأغنام أكثر عددا من الكلاب، رغم أن الأغنام يتم ذبحها بشكل يومي، منها لإكرام الضيف، منها للتجارة بلحمها أو المساهمة بها بالأضاحي. يا ترى ما السر الذي يجعل الأغنام أكثر عددا من الكلاب؟ فقال الإمام علي عليه السلام هذه هي البركة. ثم سأله الرجل لماذا استحقت الأغنام البركة أكثر من الكلاب؟ فرد الإمام عليه السلام وركز لي كل الزين، فقال الإمام لأن الأغنام ترقد أول الليل وتقوم قبل الفجر فتدرك وقت الرحمة فتنزل عليها البركة، وأما الكلاب تنبح طول الليل فإذا دنا وقت الفجر هدست ونامت ويفوت عليها وقت الرحمة فتنزع منها البركة. وصيتي لكم والعبرة من هاي القصة كلها أن تتركون السهر وتتركوا صلاة الفجر وأوقات الرحمة كي تنالوا البركة في الرزق. شاركوا هذا الفيديو حتى يستفاد غيرك. يا رب البركة والرزق للجميع.